ليس عيبا ولا حراما أن يشارك الرجل امرأته في بعض أعمال البيت، أن يساعدها، وأسوتنا في ذلك وقدوتنا هو رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يفعل شيئا يعيب الرجل ولا يفعل شيئا حرمه الله عز وجل، فليس عيبا ولا حراما ذلك. ولذلك تقول عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يكون في مهنة أهله. ما هي مهنة أهله؟ يعني اللي في البيت من طبخ أو غيره، يساعدهم ويعينهم، فكان يخصف نعله ويرقع ثوبه ويفعل الأشياء التي تفعلها مثلا النساء. ولذلك نقول مساعدة الرجل لامرأته دلالة على رجولته وعلى تأسيه برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.